السلام عليكم، أهلا بكم في خبر جديد. يوم الأربعاء 24 يوليوز غيبدا الماتش الأول ديال المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024. الماتش الأول غيلعبوه مع منتخب الأرجنتين اللي عنده لعابة في المستوى. المنتخب الأرجنتين اللي مرشح باش يدي هاد الأولمبياد غيبدا به المنتخب الأولمبي. بالنسبه للمنتخب المغرب والمنتخب الارجنتين غيلعبوا نهار الاربعاء مع 2 ديال النهار. في حاله ربح المنتخب المغربي غيضمن نسبه 100% باش يتأهل للدور الثاني، وهذا يبقى انجاز. وبالنسبه للماتش الثاني غيكون مع المنتخب الاوكراني يوم السبت 27 يوليوز، غيلعبوا هذه المره مع الرباط العشيه. والماتش الاخر غيكون مع منتخب العراق. المنتخب العراق الممثل ديال اسيا غيلعبوا معاه يوم الثلاثاء 30 يوليوز على الساعه 4 ديال العشيه. وكاع الماتشات ديال المنتخب المغربي غيتلعبوا في تيران واحد، هو التيران ديال سان تيتيان. بالنسبه للمدرب طريق السكيتيوي راه كيعول على 3 اللعابه ولا 4 اللعابه اساسيين. عندك الجول ديال محمدي، عندك الدفاع فيه اشرف حكيمي، كاين الهجوم سفيان الرحيمي، وكاين عبد الصمد الزلزولي. توفيق لأسود الأطلس.